اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من المطبخ. حلقه جديده وجميله وان شاء الله تعجبكم الوصفات بتاعتها، وتكلمونا تقولوا لنا ان هي ظبطت معاكم. انا مستنيه تواصلكم على الارقام اللي هتظهر تحت الشاشه دلوقتي، مستنيه تليفوناتكم واسئلتكم. هنبتدي نعمل اول حاجه العجه الايطاليه، اسمها عندهم فريتاتا واحنا عندنا اسمها العجه. هعملها بطريقه حلوه تبقى حلوه قوي في السحور، وسهله وبسيطه ومغذيه وفيها قيمه غذائيه كبيره. المقادير بتاعتي عباره عن 5 بيضات، بصلايه مبشوره، 3 فصوص ثوم، قرن فلفل حراق، حبايه فلفل اخضر او اي لون فلفل مفرومه، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقتين دقيق، معلقتين بقدونس، حبايتين سوسيس او لانشون مكعبات او سجق. انتوا عارفين الطلاينه اصلا مشهورين بالسوسيس بتاعهم وبالسجق بتاعهم كمان. شرايح طماطم للوش وشرايح فلفل رومي برده الوش عشان ايه الزينه بتاعتها. يبقى 5 بيضات معاها بصله مبشوره، 3 فصوص ثوم، قرن فلفل حراق، حبايه فلفل اخضر مفرومه او اي لون فلفل، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقتين دقيق، معلقتين بقدونس، حبتين سوسيس او لانشون مكعبات او سجق اللي انتوا عايزينه، شرايح طماطم وفلفل رومي للوش، طبعا ملح وفلفل. عايزه احط زعتر فيها، الزعتر برده او الاوريجانو بيبقى حلو قوي فيهم. اول حاجه انا بعمل ايه؟ بشوح البصل والثوم والفلفل، سواء الفلفل المكعبات العادي والفلفل الحراق. لازم يغمقوا معايا شويه لغايه لما البصل يتكرمل ويبقى لونه غامق سنه، بتبقى احلى كده اهو. وادي الثوم والفلفل الحراق بقلبهم لغايه لما البصل يغمق وريحته تطلع كويس قوي، علشان يديني طعم حلو للعجه. مش يغمق يعني احرقه، لا، بس ايه، يصفر غامق كده يعني، بحيث يديني طعم وريحه حلوين. في الوقت ده انا هبتدي بقى اضرب البيض. هكسر البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بنعمل البيض، بعمله بقى مع الملح والفلفل والدقيق والبيكنج باودر. البقدونس بحطه معاهم، ما بحطش البقدونس مع البصل احمره على النار، بحط البقدونس مع البيض. اوكي، ادي ال5 بيضات، وبعدين هحط معاهم، احط الملح والفلفل الاول عشان ما انساهوش. خدوا بالكم ان هي فيها خضار، يعني هتاخد ملح مش بس للبيض، للبيض وللخضار اللي فيها. والفلفل طبعا ضروري، وزي ما قلت لكم برده لو تحبوا تحطوا اوريجانو او زعتر بيبقى حلو قوي فيها. هضرب البيض لوحده الاول، بعد كده هبتدي اضيف له الدقيق. يا هبه. الو. الو. ايوه، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا بحبك قوي. ميرسي يا قمر، تسلمي لي يا رب. عامله ايه؟ انت عندك كام سنه يا هبه؟ ايه؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 12 سنه. يا روحي. اوكي حبيبه قلبي. اول حاجه وطي التلفزيون بس عشان اسمعك. انا مطيار. طب قولي لي، انت بتحبي المطبخ؟ اه. طب برافو، بتساعدي مامتك يعني؟ اه. تعرفي تعملي ايه؟ يعني بساعدها في الطبخ وبقى مسلات حاجه كده. واو، ايه الشطاره دي! شفتوا بقى فايده البنات؟ دي احلى حاجه في البنات، انهم بيساعدوا مامهاتهم في كل حاجه. وشاطره في المدرسه يا هبه؟ اه يا حبيبتي. اه. شطوره. انت كده رايحه حاجه في اعدادي مش كده؟ تانية اعدادي مثلا. الو. قطع التليفون معانا كده اهو. بصوا، هزود لها بقى السجق. انا هزود معلقه زيت كمان عشان السجق يتحمر بسرعه، وبعدين هقلبهم مع بعض وهحطهم في الفرن. يعني مش هحط البيض معاها على الطاسه، لا، هحطه كلهم في الفرن. هدهن الطاجن او الصينيه اللي انا هحطها فيه. لو انا صينيه معدن، اقدح السمنه قبل ما احطها فيه. يعني مثلا هستعمل صينيه ستانلس مثلا او الومنيوم. لو انا بستعمل الومنيوم، لازم تقدحي السمنه كويس قوي، تسخن مش تتحرق، وقبل ما تحطيها في الصينيه، او تحطيها في الصينيه وتقدحيها على النار عشان ما تلزقش معاكي العجه. لان التسخين الماده الدهنيه كويس قوي ما بيخليش الحاجه تلزق فيها. كده اهو يا امال.
ايوه. الو. ايوه انا مساء الخير او مساء صباح النور. الخير صباح اولا. النور. انا بس بستأذنك، بس لون الكنافه ده اللي كنت قلتيه مره ده بيجيبوه منين؟ بصي، هو بالصدفه انا عايده لكم الكنافه دي النهارده من كتر ما الناس طلبوها. هنعمل النهارده ان شاء الله كنافه النابلسيه اللي باللون. هو بيجي من عند العطار، هتقولي له لون كنافه بس تاخدي اللي هو على اورنج مصفر مش الاحمر، عشان ساعات بيدوا احمر او فوشيا فبتبقى الكنافه فوشيا. فهو من العطارين بيجي وتقولي له لون كنافه. الطاجن بقى يا احمد اللي هنحط فيه. بصي بصوا كده اهو، انا دهناه طبعا هنا اهو، وهحطه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. بحطه في الفرن 10 دقايق واطلعه، احط عليه شرايح الطماطم والفلفل، او بحطهم من الاول زي ما انتوا عايزين، حسب عايزين درجه الوضوح بتاعتها. يعني احنا ممكن نحط برده كده اهو. بصوا الترانشات الفلفل اخضر ومعاها ترانشات طماطم عشان يبقى ليها شكل حلو في الاخر، بحيث لما تطلع تبقى حلو. هدخلها على فرن، الفرن يكون 180 مش احمى من كده علشان ما تتحرقش معايا. يا ونس اسمك طب معلش جميل. طب معلش انا اسفه، معلش تقوليها من الاول تاني. عينيا. وانا هسجلها لو سمحتي بس. عينيا يا حبيبتي. بالراحه. اوكي بالراحه. هندخل ده الفرن يا احمد، وهنقول العجه تاني. العجه هتضربي 5 بيضات مع معلقتين الدقيق مع معلقه البيكنج باودر مع معلقتين بقدونس، بتضربيهم على جنب. بتشوحي على النار بصلايه و3 فصوص توم وقرن فلفل حراق وحبايه فلفل اخضر مفرومين. بتشوحيهم كويس، بعد كده بتزودي لهم يا اما سوسيس يا اما لحمه معصجه يا اما سجق يا اما لانشون مكعبات. تشوحيهم معاهم، بعدين بتحطيهم على البيض اللي اتضرب وتدخليهم في طاجن في الفرن. لو هتعملي صينيه معدن هتسقدحي السمنه قبل ما تحطيها فيها، وهتحطيها في فرن 180 لغايه لما تجمد وتستوي، بحيث هيبان لونها بقى ذهبي. اوكي. هنعمل دلوقتي رز حلو جدا بالبسله والبشاميل، حلو قوي وهيعجبكم، سهل واكله، يعني الاكله كلها وجبه متكامله لان فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. هقول لكم المقادير بتاعته. انا حطيت هنا اللبن والشوربه علشان يغلوا اختصارا للوقت. هستعمل كوبايتين رز مصري مغسول ومنقوع، بنقعه نص ساعه مثلا. بستعمل 3/4 كوبايه لحمه مفرومه معصجه، نص كوبايه بسله، كوبايه ونص لبن، 3/4 كوبايه شوربه. اللي انا حطاهم هنا اللي هي كوبايه ونص لبن و3/4 كوبايه شوربه، وهستعمل معلقه سمن طبعا وملح وفلفل. البشاميل بتاعه 3 معالق دقيق، 3 معالق سمنه، 3 كوبايات حليب. اوكي. دلوقتي انا اول حاجه حطيت اللبن يغلي هو والشوربه وبسخن بتاعه البشاميل. يبقى البشاميل 3 معالق دقيق، 3 معالق سمنه، 3 كوبايات لبن. بعمل ايه؟ بجيب بوله عندي كده اهو، واروح خلطه فيها الرز اللي احنا قلنا غاسلينه ونقعينه مع اللحمه المعصجه مع البسله مع معلقه السمنه، وبحط عليهم شويه ملح وفلفل. ما كترش، اللحمه المتعصجه بيبقى فيها ملح فمش عايزاه يطلع مالح معايا. وادي شويه فلفل اسود وتقلبيهم. ممكن تعمليه في صينيه وممكن تعمليه زي ما انا هنعمله في طاجن فخار. هقول لك بقى ده تعملي ايه وده تعملي ايه. ادي كده اهو، وهحطه على اللبن والشوربه. يا فرح يا فرح. نعم. ايوه حبيبتي. الو. الو. انا سامعاك. ايوه حبيبتي. ازيك؟ ايه؟ ازيك؟ بقول لك ازيك. الحمد لله. كويسه. اه. عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. ما شاء الله. ها قولي لي، عايزه حاجه يا فرح اقولها لك؟ عندك سؤال؟ اه. ايه هو؟ البيتزا. البيتزا. عايزه عجينه البيتزا. الو. الو. البيتزا العاديه ولا البيتزا اللي عملناها اللي هي السايله؟ لا، البيتزا العادية. اوكي، من عينيا يا حبيبه قلبي، عينيا. دلوقتي انا حطيت، بصوا، الرز والبسله واللحمه المعصجه مع ملح وفلفل ومعلقه السمنه
لغايه ما يشربوا السائل بتاعهم. يشرب السائل بتاعه هحطه في الطاجن وعليه البشاميل. هعمل البشاميل انا دلوقتي. الزبده وادي الدقيق واللبن. بسم الله. انا بشوح الدقيق. بصوا لو انا هعمله في صينيه يبقى انا هخليه يكمل، يعني مش هحطه في طبق في حله وبعد كده انقله في طاجن، هحطه في الصينيه من الاول يستوي فيها وبعد كده اغطيه بالبشاميل. لكن انا علشان هحطه في طاجن فسويته الاول في الحله، اني ما اقدرش احط الطاجن على النار هيطق معايا. اوكي، الدقيق يتحمص هروح حاطه اللبن، بس مستنيه الدقيق يتحمص شويه. احط اللبن وريحته تطلع، احس ان الله ريحه الدقيق حلوه، يعني يغمق سنه معايا والرغاوي دي تقل. بصوا الرغاوي ده معناه ان هو لسه الدقيق ما استواش. بقلبه عشان ما يلسعش معايا، وانا محتاجه بس المضرب السلك عشان الدقيق ما يكلكعش معايا لما يجي احطه. بعد كده اهو زي ما قلت لكم انا هغرف الرز بعد ما يشرب ميته، بس لانه هيكمل سوا بقى في الفرن. يشرب كل السوائل اللي فيه هروح غرفها في طاجن واغطيه بالبشاميل ده، وبعد كده اهو ادخله الفرن. بيبقى وجبه لذيذه وسهله، طعمه حلو قوي، هتلاقوا الولاد الصغيرين كمان يحبوه جدا وما خدش منك وقت خالص. بصي كده اهو، اهي بصي الرغاوي بقت تبقى فقاقيع مش رغوه فوم كده زي الاول، وريحته طلعت. هحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب شويه ملح. هي دايما في الغالب كوبايه البشاميل بتاخد نص معلقه ملح من معالق البهارات، اللي هي المعلقه الاصغر من معلقه الشاي. يعني معلقه الشاي في معلقه صغيره للتوابل اصغر منها، كل كوبايه بشاميل بتاخد معلقه من الملح، نص معلقه من الملح اللي هي المعلقه الصغيره دي كده اهو. بصوا ابتدى يشرب ميته، انا قلبته بس تقليبه علشان ما يلزقش. وبعد كده اهو اول ما يشرب السوائل بتاعته هحطه في طاجن وهغطيه بالبشاميل ده وهدخله الفرن. احنا ممكن نروح لفاصل دلوقتي ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. دي شكل العجه بعد ما طلعناها من الفرن، ريحتها خرافيه مش عايزه اقول لكم، يعني تحفه. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. بتبقى حلوه قوي في السحور، وزي ما قلت لكم قيمه غذائيه عاليه ان فيها خضار كتير، وانا بحب الخضار في السحور عشان العطش سوري. هنعمل دلوقتي الكنافه النابلسيه. الكنافه النابلسيه دي وصفه ناجحه 100% ان شاء الله، حلوه جدا، اي حد بيدوقها بيتجنن عليها. هقولها لكم بطريقه سهله وبالتفصيل الممل، بس ركزوا معايا فيها. انا هحتاج نص كيلو كنافه، معلقتين قشطه، معلقتين كبار قشطه مليانين، كيس جبنه موتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا كيس 350 جرام، في نوع معين في السوق انا بستعمله، هقول لكم عليه على الفيسبوك بعد الحلقه، هو ده بيدي احسن نتيجه. انا جربت الانواع كلها. ربع كيلو جبنه ريكوتا او جبنه ممكن ملح خفيف يعني، بس لو استعملت الملح الخفيف لازم من قبلها بيوم احليها في ميه. بصوا انا مقطعاها ترانشات سميكه، بحطها في ميه اغطيها واغير عليها الميه كذا مره، وبعد كده بصفيها كويس. اوكي، دي الجبنه اللي هي الملح الخفيف او الريكوتا مش محتاجه انها تتخفف ملحها. هستعمل كوبايه سمنه ورشه من لون الكنافه. تاني نص كيلو كنافه، معلقتين قشطه، كيس جبنه موتزاريلا 350 جرام، ربع كيلو جبنه ريكوتا او ملح خفيف، كوبايه سمنه، رشه من لون الكنافه. لو انا هستعمل الملح الخفيف لازم احليها. الريكوتا موصلي في الغالب ما بتبقاش محتاجه انها تشيل الملح بتاعها. الكنافه سوري السمنه بسخنها لغايه قرب ما تقدح كده، يعني خلاص تسخن جامد قوي، وهقول لكم انا اعرفها ازاي ان هي سخنت كفايه. الكنافه بكون فرماها ناعم قوي. فرمتها ناعم كده ازاي؟ بحطها في الفريزر وبعدين بفركها وهي متجمده، هتتقطع جامد. بصوا ناعمه ازاي اكتر ما تقدروا. ممكن احطها كمان في الكيتشن ماشين انعمها تماما. فالكنافه لازم تبقى ناعمه. اجي اول حاجه احطها عليها اللون اورنج زي ما قلت لكم، الاحمر ما ينفعش
والاصفر ما ينفعش، والفوشيا عشان في نوع من فوشيا مره جبته وطلع مملح، طلع غريب. معانا ريهام. يا ريهام. الو نورهان. ايوه نورهان. مساء الخير. اتفضلي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانتي طيبه يا قمر، وانتي طيبه يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. عينيا. ممكن كيك بالشوكولاته؟ ممكن ايه؟ كيك بالشوكولاته. بسكوت بالشوكولاته ولا تورته بالشوكولاته؟ كيك بالشوكولاته. كيك بالشوكولاته؟ اه. عينيا يا حبيبه قلبي. اهي بصوا، انا اول حاجه بخلطها اللون وهي كنافه ناشفه كده علشان اللون ما يبقاش في حته اكتر من حته. وبعد كده اهو انا بجيب شويه كده وبروح حطاهم. ابتدت بص تغلي معايا، يبقى كده خلاص السمنه سخنت بالمقدار اللي انا عايزاه. هجيب القشطه الاول، بسم الله، وبعدين هروح دعكه القشطه في الكنافه. القشطه دي بتخليها هشه وطريه وبتبقى حلوه قوي قوي يعني كده اهو. حتى لو ما اندعكتش كويس، انا لما بحط السمنه السخنه هتسيح القشطه دي وهتخليها كلها تندمج مع بعضها في الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو اهو. اروح بقى مقلباهم. احنا ممكن الصينيه البيضاء بليز، وادعك كويس قوي. لازم تتبس كويس قوي الكنافه في السمنه عشان تطلع مظبوطه وناجحه معاكي. خدي بالك من الحاجات الصغيره دي، لان هي دي اللي ايه تخليها نابلسيه بجد. طبعا هما سموها كنافه نابلسيه نسبه للجبنه النابلسيه. هي اصلا بتتعمل بحاجه اسمها جبنه نابلسيه من بلد اسمها نابلس في فلسطين. الجبنه النابلسيه دي مش متوفره عندنا هنا، ولو توفرت بتبقى غاليه جدا. فالخليط بتاع الجبنه اللي انا عاملاه ده، مش عايزه اقول لكم ده حصيله تجارب مثلا 15 سنه. بقالي 15 سنه بعملها بالطريقه دي، لان انا ما بلاقيش الجبنه بتاعت الكنافه النابلسي دي. الجبنه النابلسي في مصر، واللي موجود في مصر الجديد دلوقتي بقى ينزل ما بقاش مش حلو يعني، مش زي اللي باكلها بره. اهي كده اهو خلاص. هاجي اعمل ايه؟ هجيب القالب، مش هدهنه، هي فيها سمنه كفايه، مش محتاج ان القالب ادهنه. هروح حاطه نصها كده واضغط عليها كويس. وبعدين اول حاجه هجيب الجبنه ريكوتا وابتدي اقطعها رفيع. يا مدام فيروز. مدام فيروز. مساء الخير. مساء النور. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. ممكن استاذن حضرتك، بس حضرتك استخدمتي من كام يوم شوايه بالغطا. انا جبتها، بس يا ترى حضرتك بتحطي فيها الحاجه مستويه وبنشويها وبتحط على البوتاجاز ولا ايه نظامها؟ بتحط على البوتاجاز الشوايه اللي عملت فيها الحواوشي، اللي هي فيها شبكه من جوه. شبكه من جوه؟ فكريني، طب كنت عامله فيها ايه؟ حطيتي فيها تقريبا فراخ مشويه او بطايه مشويه. دي اللي هي حله حديد ظهر فيها شوايه من جوه. افتكرتها. دي بحطها على البوتاجاز وبحطها في الفرن الاثنين. طب بتحطيها في الفرن ولا على البوتاجاز من فوق؟ لا، بحطها في الفرن احسن. هي بصي، هي دي مش عشان تشوي البطه قد ما تعملوا روستو. تعملي حاجه روستو يعني ايه؟ تنزل الدهون بتاعتها من على الشوايه وتحطي شويه ميه تحت، الميه ما توصلهاش، كانها بتتعمل على البخار يعني، وتتحمر في نفس الوقت. ممكن عارفه. الو. ما بتبصي حضرتك؟ افندم؟ ما بتبصي على البوتاجاز؟ لا، ما بتبص على البوتاجاز لو هي حديد ظهر زي اللي عندي. ما هي حديد ظهر. ما بتبص على البوتاجاز. يعني انا مثلا الطاسات اللي بعمل عليها العجينه بتاعه الصاج، او اللي بشوي عليها او بعمل عليها كريب، دي كلها حديد ظهر. حديد ظهر عشان في ماده بتبقى رفيعه كده خفيفه زي معدن، دي هتبوظ على البوتاجاز. لكن لو هي حديد بظهر مش هتبوظ على البوتاجاز، هتبقى زي الفل معاكي، ما تقلقيش. بس تبقى حديد ظهر عشان ما تقولوش قالت. لو حديد ظهر هتبقى زي الفل. بقطعها رفيع. بصوا الرفع ازاي؟ الرفع ده سمك كده اهو، وبغطي بيها القعده كلها. في ناس بتعمل الطبقه اللي فوق الجبنه من الكنافه طبقه رفيعه جدا، ولما تقلبها بتبقى في طبقه اسمك من طبقه. انا بعمل الاثنين زي بعض
وفي ناس كمان بتعمل الطبقه الفوقانيه اللي هي هتبقى لما تتقلب الكنافه تبقى تحت، بتعملها بيضه. انا ما بقلبش كنافه، انا بقدم الكنافه في الصينيه اللي انا بعملها فيها، ما بقلبهاش، وبعملها كلها لون واحد، بتبقى احلى. وفي الاخر مش عايزه اقول لكم انا مشهوره فيها، يعني انا رمضان كله اي حد بيجي لي بعملها، واي حد بتعزم عنده بيطلبها مني كمان. يعني ام محمود، ام محمود. ايوه حبيبتي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا قمر. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه حبيبه قلبي. لو سمحتي بس عايزه اسال حضرتك على الرز اللي عملتيه دلوقتي بالبشاميل والبسله، بس عايزه اعرف حطيتيه في الصينيه ايه الاول وترتيبه بس. حاضر، عينيا حبيبه قلبي. حالا انا عايزه اعمله دلوقتي. عينيا هقوله لك حالا وانا بشتغل في الكنافه. بصي الرز انا بقلب الرز مع اللحمه المعصجه مع البسله مع معلقه سمنه، بقلبهم على بعض، وبغلي اللي هي اللبن مع الشوربه، بغليهم واروح حاطه الرز باللحمه بالبسله عليهم، واوطي النار، اخليها تشرب الميه الاول كويس قوي اللي هي تشرب اللبن والشوربه. بعد كده اوطي النار عليهم لو انا عاملاها في صينيه، واحط عليهم البشاميل. لو انا هتحطيه في طاجن زي ما انا عملت، هتقلبي الرز مع البسله واللحمه المعصجه والسمنه، وتحطيه على اللبن والشوربه اللي بيغلوا، واخليهم لغايه لما يشربوا السائل كويس جدا، اروح نقلاهم في الفخاره واغطيهم بالبشاميل. يعني كل حاجه بتتقلب مع بعضها، ما بتعملش حاجه قبل حاجه. وبتدخليه الفرن لغايه ما يستوي، يعني ما بتشغليش عليه شوايه، بتخلي الرز يستوي علشان يعني يبقى مستوي معاكي. وعلى فكره انا نسيت اقول لكم احنا لازم نغطيه، لان الرز مش هيستوي لو ما اتغطاش. وبعد كده اهو بكشفه عشان البشاميل يتحمر. اوكي يا ندى. ندى؟ لا هنا. هنا؟ اهلا يا هنا. الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. عايزه اسال على طريقه الكنافه بالمانجا. عينيا يا حبيبه قلبي، هقولها لك. هقول لك على طريقه سهله كده اهو. انا بحاول قدر الامكان، هي بصوا اطول حته فيها بس ليه؟ ان احنا نرص دي الجبنه دي، بعد كده بتبقى كلها سهله اهو كده اهو، عشان الفراغات كلها، عشان يبقى كل حته فيها النوعين من الجبنه. ليه؟ لان الجبنه الموتزاريلا لو انا حطيتها لوحدها هتبقى ناشفه قوي بعد كده، خصوصا لو بردت هتبقى ناشفه الكنافه. الجبنه الريكوتا بتخليها طريه، امتزاج الجبنتين في بعض بيخليها الجبنه طريه، لما ينزل عليها الشربات بتبقى حلوه قوي. ممكن بقى كده اهو. لازم تبقى متصفيه كويس، والموتزاريلا برده متصفيه كويس علشان الكنافه ما تبص اهو. بعد كده اجيب الموتزاريلا اهي واروح حطاها، بسم الله، بحطها كده اهو بالراحه. يا ملك، يا ملك. الو. ايوه حبيبتي. انا عايزه اسال عن ايه؟ عايزه اسال عن كفته الفراخ. كفته الفراخ، عينيا هقول لك كفته الفراخ من عينيا كده اهو. اديني بحط الموتزاريلا برضو قدر الامكان اغطي بيها الجبنه ريكوتا، واجيب بقيه الكنافه وارشها كده اهو. بعد كده بضغط عليها بقى كلها، بس الاول انا برش الاول علشان اغطي كله، علشان ما يبانش الجبنه عندي، لان الجبنه لون مختلف عن الكنافه. فانا بعملها كده اهو اهو. حاجه فوزيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام آية؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، كله كل تمام. سنه وانت طيبه. وانتي طيبه، وانتي طيبه. وطي التلفزيون. عايزه اسال على العجه اللي انت عملتيها الاول دي، عملتيها ازاي؟ هقولها لك. عينيا حاجه تانية من عينيا. هنقول العجه تاني. بصوا كده اهو، انا ضغطت عليها، وبعدين بحاول بقى علشان اللون ما يلغوصليش الدنيا ويبقى شكلها مش حلو لما تطلع، بورقه كلينكس كده اهو. وهعمل ايه؟ وهنضفها الاول اهو، هنضفها قبل ما ادخلها الفرن عشان يبقى شكلها حلو، ما تطلعش شكلها مش حلو. بدخلها الفرن حوالي نص ساعه، فرن 180 ل 200، يعني من 180 ل 200. وبعدين بحيث لما اطلعها اهزها كده اهو، احس انها من النص بتتهز معايا.
الجبنه طريه قوي لدرجه انها تتحرك، ده خلاص معناه ان الكنافه كده استوت معايا. لكن طول ما بهزها وهي ماسكه يبقى هي لسه محتاجه شويه. ما بحطهاش تحت وما بحطهاش فوق، بحطها في نص الفرن وبشغل عليها الفرن زي ما قلنا 180 لغايه لما تطرى قوي، بطلعها واحط عليها الشربات وبرش عليها فستق عشان يعمل لي فرق في الالوان تبقى حلوه. جربوها، انا متاكده انها ان شاء الله هتعجبكم هتقولوا لي تحفه. هنطلع بريك ونرجع بعد البريك تاني، استنونا. رجعنا من جديد. ده طاجن الرز بالبشاميل، شوفوا شكله ازاي حلو، هيعجبكم ان شاء الله. لو جربتوه انا عارفه انكم هتقولوا لي ان هو زي الفل. هنعمل دلوقتي شوربه لسان عصفور بالكفته. شوربه لسان عصفور بالكفته حلوه قوي وسهله جدا وشكلها شيك جدا على السفره. مقاديرها سهله هقولها لكم. نص كوبايه لسان عصفور، بصلايه، عودين كرات فرنجي مش بلدي اللي هو عامل زي البصل الاخضر، كوبايتين مرقه، كوبايه ميه، كوبايه كريمه، حبايه مستكه او حبتين حسب حجم المستكه بتاعكم، رشه حبهان. المستكه ما بنكترهاش عشان ما تمررش، هتلاقي طعم الشوربه مر، فحبايه واحده كفايه. الكفته نفسها ربع كيلو لحمه مفرومه حمراء، يا ريت ما يبقاش فيها دهون، نص بصلايه مبشوره، ملح وفلفل. يبقى الكفته ربع كيلو لحمه مفرومه، بقلبها مع نص بصلايه مبشوره وملح وفلفل، وبعملها كور بالحجم ده. احنا عاملينها من الاول بس عشان اختصارا للوقت. هقول تاني مقادير الشوربه: نص كوبايه لسان عصفور، بصلايه، 3 عودين كرات فرنجي، كوبايتين مرقه، كوبايه ميه، كوبايه كريمه، حبايه مستكه ورشه حبهان. اول حاجه بعملها ان انا بحط شويه زيت في الحله بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، وبعدين بحط لسان العصفور اخليه ياخد لون مش غامق، انا عايزاه يا دوبك يغمق سنه، عايزاها بيضه لان هي هيبقى فيها كريمه، فمش عايزاه يكون غامق ولا ذهبي حتى غامق. مجرد يبتدي ياخد لون شويه، بصوا كده اهو، بعدين قبل ما يغمق اللون اللي انا عايزاه هنزل عليه الكفته علشان هيتحمر شويه مع الكفته. بص اهو ابتدى يصفر غامق، هلاقي واحده بقت اغمق من الثانيه، وانس ان ابتدى هي واحده اغمق من الثانيه هروح نازله بالكفته ومقلباها معاه. يا فريده، فريده. ايوه ايوه حبيبتي. حضرتك انا كنت عايزه اسال على عجينه القطايف. عينيا يا حبيبه قلبي، عينه القطايف هقولها لك هنا. مجرد الكفته تاخد يعني تمسك، يحصل لها سيل كده وهو بقى يحمر اللون اللي انا عايزاه. انا مش عايزه احمر الكفته كويس، انا مش عايزاها متحمره كده، وطبعا بالراحه عشان ما الكفته ما تتفتتش معاك وشكلها يبوظ. بصوا ده اللون اللي انا عايزاه. هروح منزله الميه عليهم مش الشوربه، بسم الله الرحمن الرحيم، الميه، واخليهم يغلوا غلوتين في الميه الاول. اقول لكم ليه. لسان العصفور بيخلي الميه بتخلي لسان العصفور تستوي اسرع. لما انا بحط الشوربه على لسان العصفور ما بيستويش بسرعه، زي البسله كده. البسله لو هي شيخه او البسله بتستوي بسرعه بسويها الاول في شويه ميه، بعد كده بحط لها الشوربه والطماطم. فانا هخليها تغلي غلوتين، وعلى ما تغلي شويه هبتدي في الوصفه الثانيه اللي انا هعملها. وصفه حلوه وسهله وتنفع سحور تنفع فطار، حلوه قوي. هي مكرونه بالزبادي واللحمه المفرومه والكزبره. هجيب بس الشوربه هنا وهنقول المقادير بتاعتها. نص كيلو مكرونه مسلوقه اي شكل، انا مستعمله هنا الحلزونيه. ربع كيلو لحمه معصجه، 3 علب لبن زبادي. علب اللي هي العلبه بتبقى 105 جرام. هستعمل شويه زيت زيتون، بصله صغيره مفرومه، حزمه كزبره خضراء مفرومه، بقدونس مفروم قد ما انتوا عايزين، راس توم صغيره مدقوقه. لو التوم من راس كبيره هعمل نص راس، ومعلقه كبيره نشا. ليه النشا؟ علشان الزبادي لو اتحط على النار من غير نشا هيقطع هيفرول، لازم نشا مع الزبادي على النار. فانا هضرب الزبادي هقلبه مع النشا الاول في بوله صغيره،
وفي نفس الوقت هعمل البصل والثوم بتاع المكرونه. يبقى اول حاجه البصل، عندي مشكلتك. البصله انا مش عايزاها تتحمر. على فكره في ناس كتير بتعمل المكرونه دي من غير بصل، بس البصل بيبقى كده حلو ومقرقش معاها، انا عايزاه يفضل مقرقش مع المكرونه اهو. بس هو كده اهو، وبروح حطاه عليها. هقلبهم طبعا كلهم مع بعض في الاخر، بس انا بحطه عليها كده علشان يفضل مقرمش معاها. وبعدين هحط الثوم بقى مع شويه زيت تانيين. كده اهو. بصوا ابتدى يصفر، ريحته تطلع. هروح حاطه كزبره واقلبهم كاني بقى دهتهم الكزبره، يعني كانها طشه ليها. ريحه الكزبره فظيعه. ممكن برده في المرحله دي احط معاهم قرن فلفل حراق. ادي الزبادي مع معلقه النشا. يا ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا كنت جبت لون قبل كده للكنافه النابلسي، بس طلعت فعلا ممرره، مش عارفه ليه. اللون هي دي المشكله. اللون انا مره بوظ لي الكنافه. اللون كان على لون فوشيا كده محمر، طلعت كان فيها ملح او حاجه مره. خدوا بالكم من اللون كويس جدا وانتوا بتشتروه. يعني ممكن تحطيه على طرف لسانك وتدوقيه قبل ما تشتريه، لان لما بيبقى مر بيبوظ لك الصينيه، خساره. كده اهو. بعدين بروح حط عليها المكرونه واقلبها. احمد احنا ممكن نجيب طاسه تانيه بليز؟ طاسه كمان كده اهو. بصوا اهي اتقلبت واتغلفت كويس بيهم. هروح حاطه لها الزبادي هحط لها ملح، احنا نسينا نحط ملح. ادي الملح. نقلبها كده اهو. انا مش هقلب بقى اللحمه المفرومه معاها، انا هحط لها على وشها كديكوريشن. ممكن تقلبوه مع بعض وممكن تعملوها زي ما انا هعملها دلوقتي. حاجه ام محمد، حاجه ام محمد، شكل التليفون فصل. حاولي تكلمينا تاني. معلش يا جماعه، ساعات ضغط التليفونات بيخليها تفصل، فيبقوا دايما حاولوا تكلمونا تاني. بصوا مجرد تدفى، انا مش عايزاها سخنه، هي بتتاكل دافيه كده اهو. وبغرفها اها. واجي البقدونس بقى واللحمه المفرومه هحطهم على الوش كده اهو. وبعدين شويه بقدونس بسيطه كده اهو. وبالهنا والشفا، بتبقى حلوه وجميله وسهله، ما بتاخدش وقت خالص. ممكن ازوقها بحاجه حمرا كده اهو، ورده حمرا كشكل. ارجع بقى للكفته. هعمل ايه يا لمار؟ الو. ايوه حبيبتي. التورته بتتعمل ازاي؟ هقول لك التورته بتتعمل ازاي ان شاء الله. نلحق نقول التورته بتتعمل ازاي. بصوا الكفته اهي ابتدت تستوي معايا، ولسان العصفور ابتدى كمان. ما عشان كده قلت لكم احنا لازم نعمله الاول في ميه، هيبقى اسهل لنا. هحط الكرات
الكرات ده بيدي طعم معسل حلو قوي للشوربه قوي. وهحط البصله وهحط معاهم المستكه. ادي الزيت، هي فيها كريمه فمش محتاجه بقى لا سمنه ولا زبده. بقلب بقى البصل والكرات، ده بتاع الشوربه. ده الشوربه حمرت الكفته مع لسان العصفور وحطيت لهم ميه علشان يستووا مع بعض. في طاسه تانيه بعد يعني سبتهم قولوا 10 دقايق بشوح البصل مع الكرات، بشوحهم. وبعد كده واجي الكريمه عندي هستعملها، واجي المرقه. الكرات والبصل في قدامي حالتين، يا اما بتخلوهم يبقوا واضحين زي لسان العصفور كده اهو في الشوربه بحيث احس بيهم، يا اما بنغمقهم قوي يعني بحيث يدوبوا معايا، افضل اقلب فيهم اقلب فيهم اقلب فيهم يغمقوا شويه بس ما يتحرقوش، وده معناه انهم هيدوبوا تماما في الشوربه ومش هيبانوا. دي بقى ترجع للذوق الشخصي. انا عن نفسي انا بحب البصل والكرات كده اهو يبقوا باينين، احس ان انا باكلهم في الشوربه مع لسان العصفور ومع الكفته. بعمل ايه؟ بروح حاطه الكريمه. ثواني لسه المستكه ما حطيناهاش. المستكه انا بحب، بصوا دي صغننه فهحط 2. بحب اقلبها تقليبه كده ريحتها تطلع، لانها لما بتسخن المستكه بتدي ريحه احلى ما احطها في السائل. محمود اهلا، مساء الخير. مساء النور. بس كنت عايز اسال بس سؤال على الكنافه النابلسيه. عينيا. عملتها طبقتين. ايوه. المفروض انها بتبقى لها جبنه معينه، الجبنه المعينه ديت انا مش عارف هي موجوده فين. ما هو ده اللي انا قلته، انا خلطه الجبنه دي انا عاملاها بتديني نفس التاثير، لان الجبنه النابلسيه دي مش موجوده في مصر، ولما بتبقى موجوده بتبقى غاليه وما بتبقاش حلوه. خلطه الجبنه اللي انا عاملاها النهارده بالمقدار بتاعها دي انا بقالي 15 سنه واكتر بعملها، ومشهوره بيها جدا بين اصحابي وبين اي حد بياكلها. لو جربتها هتغنيك تماما عن الجبنه الاصليه بتاعت الكنافه. صراحه يا شيف يعني قبل كده، بس انا ما جربتش دي خالص صراحه يعني. جربهم وانا عارفه انك هتكلمني. استاذ محمود، ما هوش استاذ محمود اللي معايا؟ اتفضل. بقول لك انت جرب الطريقه اللي انا قلتها النهارده، الوصفه اللي انا قلتها النهارده، وانا متاكده انك هتكلمني تقول لي الكنافه دي غنتني عن الجبنه النابلسي. اوكي، انا خلاص هحط الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المرقه وهحط معاها الكريمه، هقلبهم كويس قوي وبعدين هضيفهم على الكفته. بصوا هي قربت ميتها تنشف، انا مش عايزه الميه بقى خلاص، انا الميه دي مجرد بصوا نشفت ازاي سويتها بيهم. انا دلوقتي هحط، ممكن الكاميرا توريها لنا قبل ما احط الشوربه، الميه بتاعتها نشفت. يلا يا محمد. ايوه كده اهي دي ميتها نشفت، مجرد هي شربت الميه الكفته واللسان العصفور استووا. انا دلوقتي هحط عليهم بقى ايه الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه والكريمه يغلوا غلوتين خلاص، هما كده اصلا مستويين، واقدمها بالهنا والشفا. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني. رجعنا لكم من جديد. دي الشوربه بالكفته، جربوها هتعجبكم جدا. وادي الكنافه كمان طلعت، عايزه احط عليها السيرب بس وهي سخنه طبعا بحطه. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، طبعا بتعمل صوت وهي نازل عليها اهي، والحته دي ما تحطش فيها كده اهو. بعدين زي ما قلنا الفستق الاخضر او اي حاجه انتوا عايزينها بقى، بس الفستق الاخضر بيدي لون فظيع مع الكنافه. انا عايزه حتى اقطع لكم حته منها
تشوفوا الجبنه سايحه ازاي. لو ممكن سباتشولا يا احمد بس عشان ايه نقطع حته من الكنافه. دلوقتي هنقول تاني العجه الايطاليه، هعيدها لكم من جديد. بستعمل 5 بيضات بضربها مع معلقتين دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقتين بقدونس بضربهم مع بعض على جنب. بجيب طاسه وبحمر فيها بصلايه مبشوره مع 3 فصوص ثوم، قرن فلفل حراق وحبايه فلفل كبيره، بحمرهم لغايه لما يغمقوا والبصل يتكرمل وتطلع ريحته تبقى ريحته حلوه قوي. بروح مزوده عليهم يا اما سوسيس او سجق او لحمه معصجه او لانشون اللي انتوا عايزينه، مكعبات صغيره بحوالي 2 من السوسيس. احمرهم كويس مع البصل وبعدين احطهم كلهم على البيض اللي انا ضربته واحطهم في طاجن مدهون زي ده. بصوا بيطلع شكلها زي البيتزا في الاخر. انا دهنته كويس جدا. لو هو ده معدن لازم اقدح السمنه اللي انا حطاها فيه علشان ما يتحرقش، سوري عشان ما يلزقش معايا. ده طبعا مش هيلزق، بصوا اهو مش هتلزق لان هو ده طاجن ومدهون اهي، هتطلع معايا بكل سهوله مش هتلزق. لكن لو الصينيه معدن هتلزق معايا لو انا ما قدحتش السمنه بتاعتها. برش عليها بعد كده اهو طماطم وفلفل الوان عشان يطلع شكلها كده اهو. بدخلها على فرن 180 بتستوي على طول ما بتاخدش وقت وبيطلع شكلها حلو وطعمها جميل جدا. طلب مننا كمان الرز بالبشاميل تاني عينيا. الرز انا بلخبط كوبايتين رز ببقى غسلاهم ونقعاهم حوالي نص ساعه، بعد كده بصفيه مع 3/4 كوبايه لحمه معصجه، نص كوبايه بسله. على فكره البسله لو هي فروزن مش محتاجه ان انا اسلقها، لو هي البسله فريش يبقى انا هسلقها نص سلق علشان ما تاخدش سوا معايا. بلخبطهم الثلاثه مع بعض وبحط عليهم معلقه من السمنه وبعدين بغلي 1.5 كوبايه لبن مع 3/4 كوبايه شوربه وبحطهم عليهم وبخليهم على النار لغايه ما يشربوا السائل بتاعهم. مجرد ان الرز شرب السوائل بتاعته بروح حطاه في طاجن كده اهو واعمله البشاميل. ده اخد معايا 3 كوبايات بشاميل، يعني 3 معالق دقيق و3 معالق سمنه، 3 معالق دقيق كبيره مليانه، المعلقه هيب كبيره، و3 كوبايات لبن. الكوبايه 250 مللي. بحمر الدقيق الاول بشوحه لغايه لما يبقى زي رمل البحر المبلول، ريحته بتبقى حلوه وطالعه وشكله زي الرمل المبلول ولونه زي الرمل المبلول. بروح حاطه عليه الدقيق وبالمضرب السلك بفكهم ولغايه ما يغلي بحط له ملح وبحطه على وش الطاجن بغطيه وادخله الفرن لغايه الرز ما يستوي وبعدين بحمر وشه بيبقى بالشكل ده. الطلب مننا ايه تاني؟ تورته الشوكولاته او كيكه الشوكولاته. كيكه الشوكولاته انا بضرب 4 بيضات مع 1.5 كوبايه سكر و3/4 كوبايه زبده، بتضربوا كويس جدا لغايه يبقوا زي الكريمه، وبحط معاهم طبعا 2 فانيليا، وبعد كده بزود لهم 2.5 كوبايه دقيق ونص كوبايه كاكاو خام ومعلقه كبيره بيكنج باودر. بيتقلبوا بالمعلقه الخشب مع السكر اللي انا ضربته اللي عمل زي الكريمه، وبعدين بدخلهم فرن 180 بتاخد حوالي ساعه الا ربع. لازم اخد بالي كويس جدا ان انا احط الكيكه في نص الفرن ما يبقاش حامي وما يبقاش واطي، لان الفرن لو حامي او واطي الكيكه هتبوظ وهتضرب معايا هتهبط معايا. سوري، البيكنج باودر لو كتير برضو الكيكه هتهبط معايا لو هو اكتر من اللازم، لانه بيخلي الهواء يتمدد زياده في الكيكه فيطلع منها فتهبط الكيكه من النص والاقي الكيكه معجنه معايا من النص. فلازم اخد بالي من درجه حراره الفرن كويس جدا. دلوقتي في تاني طلب كفته الفراخ. كفته الفراخ كل كيلو فراخ بجيبه وبفرمه، وفراخ طبعا مخليه لا جلد ولا عظم ولا اي حاجه خالص، بفرمها زي اللي استعملناها في الحواوشي امبارح. بحط عليها بصلتين كبار، بحط عليها 3 حتت جبنه رومي، وبحط عليها فصين توم، وبعدين بجيب رغيف عيش بلدي ببله بسرعه وبعصره وافرمه وبخلطهم كلهم مع بعض وبعملها كور او ببططها وبعملها بالبيض والبقسماط وبتتقلي وبتبقى زي الفل. في وقت الوصفه تانية؟ خلاص اوكي. معلش حلقتنا خلصت، كان نفسي اقول كل الوصفات اللي طلبتوها منا، بس بكره معانا ان شاء الله حلقه تانية. ان شاء الله استنوني بكره، اشوفكم على خير.